السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. رجعنا وياكم اليوم بطبخة جديدة وسهلة وسريعة ومغذية جدا. وبالإضافة للطبخة راح نقول لكم شلون. طبعا طبختنا من متكونة من الفاصوليا اللي هي العنصر الأساسي بها، الفاصوليا الخضراء. بما أنه موسم الفاصوليا راح أقول لكم شلون راح نحتفظ ونفرز الفاصوليا الخضراء، وبعدين راح أبلش أطبخ لكم هاي الطبخة الحلوة. شوفوها ما شاء الله، تتكون من البرغل والجزر والفاصوليا. عزيزاتي هسه خلينا الفاصوليا مالتنا بالمي الفور، خليناها تفور فد ايش قد يعني فتاخذها لا اقل من 5 دقائق، فد 4 دقائق 3 دقائق هالشكل، ونرفعها عن النار. رفعوها طبعا بدون ملح خواتي، بدون ملح. خاف قلت لكم انا بملح لا ما يصير، يعني اذا نخلي ملح يعني راح كلش تنهرس. احنا ريتها فوتين حتى اللي نخزنه بالمجمدين نقدر نستفاد من عنده، ولا نريد نطبخها رأسا خب عادي هم نطبخها يا حبيباتي. وحبيباتي هسه بعد ما كملنا ال4 دقائق، او اذا مثلا الفاصوليا مالتك خشنه عادي خليها 5 دقائق. هسه شنو راح نسوي؟ طفينا عليها النار حتى نحافظ على هذا لونها الاخضر الزاهي زين عيوني، وحتى ما تنمرد. شنو راح نسوي؟ راح نخليها هنا محضرين لها مي بارد مثلج، خلي له فد قطعتين ثلج زين عيوني. هسه راح افرغها كلها بالمي البارد، لما تبرد اصفيها واحاول استفاد من عدها، يعني اخزن اللي اخزنه واللي اريد مثلا اطبخه راسا. شوفوا حبيباتي هسه راح تبقى اللون مالتها هالشكل، تحافظ على هذا اللون. حبيباتي هسه بعد ما نشفناها قسمتها قسمين، خليتها بحافظات وراح احتفظ بيها. قسم راح اخليه بالمجمده، والقسم الثاني راح اسوي بالطبخه اللي قلت لكم عليها. شوف ما شاء الله شلون اللون مالتها بقى اخضر. طبعا في الطيب طعمها مو طبيعي ومستويه كلش، بس باقيه محافظه على شكلها لان خليناها، ولونها شكلها ولونها وقوامها لان خليناها بالمي البارد. وحبيباتي هسه راح ابلش اسوي لكم الطبخه اللي قلت لكم عليها. شنو احتاج بها؟ احتاج طبعا الفاصوليا الخضراء اللي فرزت من عندها قسم وهذا قسم. احتاج راس بصل وراس او راسين صغار، او راس واحد جزر هالشكل. انا احب اكسر الالوان بس هي مغذيه كلش، طبعا الجزر يعطيها قيمه غذائيه جدا عاليه. احتاج كوب ونص برغل، هذا البرغل الخشن اللي طبخته وياكم قبل فتره. هذا طبعا بديل الرز. اذا ما يعجب يعني اذا ما تقدرون تاكلون، اكو ما يقدرون ياكلون التمن، اكو مثلا اصحاب الامراض المزمنه، اكو اللي يسوون دايت، هذا البرغل كلش مغذي وصحي وكلش طيب. واذا ما عندكم برغل عادي يصير بالتمن، يصير التمن مكانها. يعني انا هسه منقعتها بمي دافي العفو صافت تقريبا ربع ساعه. شوفوا شلون ما شاء الله يعني ضاعف الحجم مالته. بعد شنو احتاج الشبنت، هذا الشبنت انا ثارمته. شوفوا حبيباتي، واحتاج طبعا هاي الطبخه ما تاكل يعني ما تاخذ بهارات ابد، لان اذا خليتي بهارات راح يضيع عندك طعم الشبنت، واحنا نريد طعم الشبنت هو الغالب على الطبخه. بعد شنو نحتاج هنا رشه ملح، انا ما اكثر ملح لان عندي ضغط، واحتاج رشه سكر، واحتاج رشه كركم، انا خابطتها بشويه كارم وهواي زين حبيباتي. هسه راح نروح على الطبخ. وحبيباتي هسه خليت بالتفسي، انا احب اطبخ بالتفسي الكميات القليله لان انا ما طابخه شيء هواي. خليت الجزر والبصل نفسي يعني شويه زيت خليت بقاعده التفسي، وخليت الجزر والبصل. هسه شنو راح اخلي الكركم والملح والسكر. هذا السكر نخليه دائما اول شيء عادل الملوحه ويعطي طعم كلش طيب للطبخه، يعني يعطي الطبخه حلوه زين عيني. وبعدين نحافظ يعني الخضروات تستوي بس تبقى محافظه على شكلها، يعني ما تنمر، يعني ما يعدلش الطبخه ويخليها تنمر. الخضروات تستوي بس تبقى محافظه على شكلها. هسه راح اقلل شويه النار عليها عيني حتى الجزر شويه ياخذ استواء كامل زين عيني. هسه بعد ما استوت عندنا الجزر والبصل عيني، وضفنا الفاصوليا مالتنا احنا مسلوقه تدرون بيها وكامله. شنو خليتها يعني قلبتها هالشكل فد مرتين مو اكثر، وراح انزل البرغل حتى ما اريدها تنمر. هذا البرغل حبيباتي شوفوا نزلناه. حنسوي راح نضيف له
راح نضيف له المي. هسه ضفنا المي وقلبنا الطبخة مالتنا، حركناها هالشكل اكثر من مرة حتى يعني نمازج الخضروات ويا البرغل. باعوها عيوني شوفوها. وهسه نتركها لما ننشف المي مالتها كلش، وقبل التهدير ان شاء الله ارجع لكم. بعد ما نشف المي كله شوفوا حبيباتي قللنا النار وراح نضيف عليها الشبنت. دائما الشبنت ضيفوه ورا التهدير بكل الطبخات لا تضيفوه ويا المي. شوفوا حبيباتي شوفوا هالشكل. وراح نطبقها ونهدرها ان لما الماء تهدر كلش، تاخذيها في 10 دقائق بالتهدير، راح نرجع نقلبها. شوفوا حبيباتي هذا الشكل النهائي للطبخه مالتنا. شوفوا الفاصوليا ما شاء الله والجزر والبرغل، طبعا قيمه غذائيه جدا عاليه فحبيباتي. طبعا في الطعم عليها كلش طيب. ان شاء الله تكون الوصفه لهذا اليوم ناكل وياها اللي يعجبكم، زبادي، طرشي، مقبلات، اي شيء. شوفوا عيوني ان شاء الله تكون الوصفه لهذا اليوم نالت اعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا ان التقيكم بوصفات ثانيه وسهله وسريعه. تحياتي لكم.